السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح اسوي لكم طريقة عمل الفولية. حلويات الفولية هواي طيبة، نفس طريقة عمل السمسمية، نفس المقادير ونفس الطريقة. شو راح استخدم بها اني؟ نفس الشيء، احتاج نص كوب من السكر، احتاج نص كوب من الجلوكوز، احتاج ربع كوب من المي، احتاج ملعقة واحدة من الليمون، ورشة هيل. اللي ما يحب طعم الهيل ممكن يستغني عن الهيل بهاي الوصفة ويضيف فانيلا، واللي ما يحب طعم الفانيلا او الهيل ممكن ما يضيف اي نوع من المنكهات بيه. شنو احتاج هذا الفول السوداني، او احنا نقول له الفستق عبيد. هذا اني جايبته مملح، يعني جبته ابيض. ف هم لحد الان هو مملح، وهو المهم انه يكون ما بيه ملح. وحمصته بالفرن فحصلت على هاي النتيجة. وتجيبونه انتو الفول السوداني مسدود، فانتو حاولوا تفتحون بيها على مود تحصلون على هاي النتيجة. اني ناظفت كوب ونص من عنده. اول شيء اللي راح اضيف السكر، بسم الله، واضيف ربع كوب المي، واضيف ملعقة الليمون، واضيف الهيل، واضيف الجلوكوز، واخليه على النار. هسه هاي مثل ما تشوفون ضفت المواد كلها سوا وخلطتها. خليتها على نار هادئة. ومثل وصفة السمسمية، انتظر اللون المواد هاي تتغير عندي، لون عسلي يصير عندي، يلا ابدي اضيف الفول السوداني اللي عندي. بس هاي ضروري انه تبقى على نار هادئة. شوفوا خواتي اللون شلون صار عسلي عندي. هسه يلا راح اضيف الفولية او الفول، بسم الله، واخلط مباشرة. ونفس الطريقة القالب جاهز عندي، مباشرة اخليها بالقالب. وهي حارة اشتغل بيها. بالشكل هذا راح انتظر عليها، ما اخليها تبرد فد دقيقة، بس ارتبها واقطعها لكم واشوفها بالشكل النهائي. خواتي هاي مثل ما تشوفون الشكل النهائي للفولية. هاي اسمها بالدول العربية يقولوا لها فولية، بس اني بالعراق اتذكر كنا ناخذها ويا السمسمية، بس ما اتذكر اسمها. يعني اتمنى اللي يعرف اسمها يكتب لي بالتعليقات. هاي مثل ما تشوفون، وتقطعونها القطع اللي انتم حابينها. ومثل ما قلت لكم هذا الفول السوداني او الفستق عبيد من ارخص المكسرات عندنا حتى بالعراق، يعني وين ما كان، وخاصة اذا تشتروه مو يعني مملح. فهسه هاي مثل ما تشوفون، اني هاي مثل ما شفتوا القياس اللي سويته كوب ونص. جربوا انتو كوب ونص وتحصلون على هاي النتيجة. اذا عجبتكم الوصفة ممكن تزيدون بالمقادير. هسه هاي مثل ما تشوفون بهالشكل هاي وصفتنا لليوم صارت عندي جاهزة. اتمنى خواتي هذا الطبق لليوم يعجبكم، وان شاء الله تجربونه وتاكلونه بألف عافية.